إلا قلت لكم امرأة حيدت لراجلها القاطيب ديالو، العضو الذكري ديالو قطعتولو مني لقاتو كيخونها، غتشيق ولا ما غتشيقوش؟ السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير. ديما في قصص واقعيه. اليوم غتشاهدوا معنا ارعب قصه للخيانه الزوجيه وشنو مصير الخيانه الزوجيه. هادشي اللي تشوفوا معنا في هذا الفيديو. خليو شي لايك، شي كومونتير، وتابوناو وبارطاجيو الفيديو الخوت. راه كنلقى نسبة المشاهدة اكثر من نسبة البارطاج. بارطاجيو الفيديو الخوت باش نكملوا في هاد القصص الواقعية والاجرام وقصص الرعب. المهم خليكم مع الفيديو الخوت. هذا واحد الراجل طلعاتو مراتو، ملي تعرف عليها طلعاتو للغربة، يعني بداو كيخدموا تماك وكيبنيو واحد الدويرة هنايا، واحد الدار كبيرة وتحتها كوارج كيبنيوها تيخدمو تماك وكيصيفطوا الفلوس للمعلم، كلف لهم بالبناء ديال ديك الدار وكيصلحوها. هادشي فاش كانت عندهم ديك 32 عام والمرا كانت عندها 30 عام. مني وصلوا هو وصل ل 50 عام، 52 عام وهي وصلت ل 50 عام، كملوا الدويره ديالهم وبغاو يهودوا لهنا يستقروا في المغرب، يبقى يطلعوا من الويكاند حتى الويكاند الغربه، يعني كانوا في اوروبا، كانوا في الصبليون. ملي كملوا الدار ديالهم زلجوها ونضاوها، مهم ما خلاو فيها ما يتقال، نضاوها بالمره. والكوارج كانوا لتحت، يعني الكوارج كراوهم. ملي بغاو يهودوا المغرب بغاو يحتفلوا بديك الدار، يديروا واحد صداقه للعائله، يعني يهودوا بقى يطلعوا من الويكاند لاوروبا الغربه. الراجل ما قنعش باللي المراه سفرش معاه طلعاتو للغربه حيت كتبغيه. دار علاقه مع واحد المغربيه هنايا، بقى كيدوي معاه في التليفون. ملي كان كيهود كان كيتلاقاها. المراه كتبقى خدامه ليه، المراه عندها خدمه تماك صعيبه. ملي كيهود المغرب كيتلاقاها. اراك ملي يهودوا في حالهم مره في الليله ديال صداقه، خرج يتلاقى ديك خيشي. المراه شبعاتو، دخل عندها لواحد الدار، حضاتو المراه، مبغاش تهضر معاه. دوزو صداقه بخير وعلى خير، يعني احتفلوا بديك الدار. الغد ليه قال لها المراه انا غادي عند واحد الدري صاحبي وغنرجع دابا. قلت له واخا ماشي مشكل. شدت طاكسي صغير وتبعاتو عاوشاني، ولا دخلنيش لديك الدار، خلاتو مشى ومشاش عند مولات هذيك الدار اللي كانت ارمله وعندها جوج ولاد صغار. قالت لها شريفه فيك تعرفي داك خونا اللي يلا خرج من عندك دابا؟ قلت لها هذاك راه راجلي، راه يلاه شي 3 شهور دابا دار معايا العقد. قلت لها يخدم في اوروبا وكيجي عندي لهنايا، يعني قالت لها ما ناقصني حتى خير، صيفط لي اللي بغا. قالت لها الدار راه هو اللي شاريها ليا ب20 مليون. يعني صدمات ديك المراه، ولات مشات للدار مغيده، وبطبيعه الحال ما عندو معاها لا ولاد لا والو، ما عندو معاها، ما عطاهمش ربي الولاد. صافي بقاش كتدور في راسها ميش خطه، قالت اش غندير لهاد الراجل. دخلات مشات للدار في الليل، دارت له منوم في العصير، تا جاو غينعسو دارت له منوم في العصير. الراجل شرب العصير مبقاش عاقل على راسو، نعس وهي تقطع له القاطيب ديالو الخوش. هادشي اللي كنقول فيه راه قصه حقيقيه، قطعت له القاطيب ديالو. وبطبع الحال الراجل غيموت، مات وقرضاتو ودارتو في بلاستيكات وداشو لوحاتو في المزبله. يعني هادشي راه الخيال العلمي الخوت. دازت يومين ومشات دارت عند البوليس بحث لفائده العائله. خرجوا البوليس كيقلبوا ما لقاو والو. من بعد البوليس سبعوا القضيه وعمقوا فيها البحث مزيان، كي لقاوها هي اللي قاتلاه. وجاو للدار لقاو الدم في الكاما ولقاو الدم في الحمام، وعمقوا معها البحث
قالت لهم هذاك راه غاد الدم ديال ديك صداقه، ديال ديك الحواله اللي ذبحنا. وقالوا لها واش الحواله غتذبحيهم وسط الكاميرا؟ يعني ما صابتش ما تقول، وقالت لهم الحقيقه كامله، وشدوها وحكموها ب20 عام. ودي القصه ديالنا ديال اليوم الخوش. كنتمنى الا وصلتي شي لاخر الفيديو برك على ديك الجيم زرقاء، وخلي شي كومونتير قول لي كي جاتك القصه، وبارطاجيو الفيديو الخوش، بارطاجيو. كان معكم امين العبيد.